هكلمكم النهارده عن حاجة منتشرة جدا جدا بيننا لما بتخش في المسجد مفهوش إمام، أو في المصلى بتاعكم في الشغل أو ما إلى ذلك، أو في المدرسة أو كده. بتلاقي إن الناس دايما بتقدم الشخص الملتحي. يعني مادام ملتحي يبقى هو تمام وكمل يا عم أنت الإمام. وطبعا ده خطأ شديد، لأن طبعا أنا عارف إن الناس بتحاول تجتهد، بس ده مش صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أعلمنا بالقرآن وبأحكام التجويد وصوته حلو وما إلى ذلك، ده اللي يتقدم. فإذا تساووا، حصل إن الاتنين متساويين، يبقى أعلمهم بالسنة، إني عارف الأحكام وعارف الفقه وعارف السنة. فإذا تساوى فأقدمهم هجرة. كان طبعا ده في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن احنا نقول في زماننا يعني أقدمنا في الاستقامة، كان متدين يعني استقام قبل فلان ده بفترة. فإذا تساووا آخر حاجة خالص بقى السن، يكون العمر أكبر. لكن طبعا احنا مسألة ان احنا نحتكم بس لمجرد انه ملتحي، او مجرد انه اقدم واحد في المسجد او هو اكبر، ده كلام مش صحيح. العبرة بأقرأنا بالقرآن وأعلمنا بالأحكام وبالصوت، ثم بالسنة، ثم بمسألة الاستقامة وأقدمنا في الاستقامة، ثم بالسن. فمهم جدا احنا نقف عند الحديث ده.